بزيرة مش للبيع. بزيرة مش للبيع. قرار رفض بيع بزيرة هو القرار الصحيح اللي لازم إدارة نادي الزمالك تصر عليه. رسالة لكل لاعب زملكاوي وكل لعيبة في المستقبل: مفيش لاعب هيقدر يلوي دراع كيان نادي الزمالك مهما انت كنت مين او حجمك ايه. مفيش لاعب هيقدر يلوي دراع نادي الزمالك. تعالوا نتكلم مع بعض في التفاصيل. طيب، لو انت بعت بزيرة دلوقتي هتبقى رسالة سلبية قوية لباقي الفريق ولأي لاعب في المستقبل. كده هيشوف ان النادي مستباح، ان اللاعب هيلوي دراع النادي عشان يمشي، زي ما عمل بزيرة، زي ما عمل لعيبة تانية قبل كده تبني. الزمالك هيكسب ماديا، هيكسب ماديا، بس كده كده ايه؟ بعته. لو بعته بعد سنة برضه هتكسب. خليت الفريق واقف على رجله، إن قرار الزمالك اللي هياخده قرار صحيح بتمسك نادي الزمالك ببزيرة، وينزل عليه عقوبة قاسية جدا. رسالة لكل لاعب تبني. انت موقوف لك قيد. القيد ده السنة الجاية، الموسم اللي جاي هيكون اتفك ان شاء الله. بيعه هتكسب، بس انت وقفت على رجلك. مصلحة هتكسب ماديا فقط، لكن هيخسرك هيبتك وفنيا. هيبتك ما بين اللعيبة، انك انت بقيت نادي مستباح، نادي اي حد يروي دراعه عشان يمشي. طب ليه القرار صحيح بتمسك إدارة نادي الزمالك ببزيرة؟ أولا، فنيا وجوده في الملعب مهم جدا، انك انت عندك ايقاف قيد. طيب، ثانيا، عقد ممتد معاك ل3 سنين. بمجرد زي ما قلنا بفك القيد بيعه وهتكسب. استفدت منه فنيا واستفدت منه ماديا، لكن بشروطك انت وبهبتك انت، مش بلوي دراع اللاعب. هتبقى رسالة احترام للنادي، له هيبة وعقود محترمة. مفيش حاجة اسمها لوي دراع، لا، اسمها رضوخ للعقود، مصلحة النادي. هتكسب هيبتك فنيا وماديا. الزمالك فوق الجميع. القرار هتاخده النهارده إدارة نادي الزمالك خلال ساعات. كل حاجة هتبان. ببيع بزيرة ورضوخ النادي للاعب، ولا النادي يثبت على موقفه بعدم بيع بزيرة. قرارك اليوم صحيح، مكسبك بكرة. بعته دلوقت خسارة ليك النهاردة وبكرة. ما تنساش انت بتلعب في افريقيا وداخل على دوري وكاس. انت لحد دلوقتي ما لعبتش ولا مباراة ودية. مفيش اي اعداد تماما لاي فريق. فريق نادي الزمالك مفيش اي اعداد نهائيا، ولا مباريات ودية ولا تقسيمات جماعية. انت لحد دلوقتي المدير الرياضي ما جبتهوش، وانت الدوري قدامك اسبوع ولا اسبوع ونص. يوم 21 انزل في التعليقات اكتب لي مع بيع بزيرة ولا وجوده في النادي. مكسب للزمالك وجوده ولا مكسب بيعه وانت عندك ايقاف قيد. انزل واكتب في كومنتك التعليق بتاعك مع اللايك الحلو بتاعك. الزمالك فوق الجميع.